من كام يوم نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لمسار مترو أبو قير، وظهر فيه تركيب الكاميرات في أكتر من منطقة وفي أكتر من محطة. وكنا غطينا مع حضراتكم قبلها تركيب الكاميرات من أرض الواقع في منطقة سيدي بشر ومحمد نجيب. والنهاردة حابب أوري لحضراتكم آخر تطورات المسار العلوي لمترو أبو قير، وخصوصا في منطقة ميامي، في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم من أرض الواقع، لأنكم جمهور مميز، جمهور تركاية وحكاية يستاهل يعرف كل جديد في وقت حدوثه. قبل ما نبدأ في التفاصيل بفكركم تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بالمتابعات الجديدة، وياريت شير كتير ولايك للحلقة زي ما تعودنا، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أخوكم مراد محمود. مترو أبو قير من أهم مشروعات النقل الجماعي في مصر، ومن أهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا في محافظة اسكندرية. ومن وقت ما بدأ تنفيذ أعمال المشروع، سواء من وقت إيقاف قطار أبو قير أو فك القضبان وفك المهمات على السكة، تسليم الموقع للشركة المنفذة أوراسكوم كونستراكشن، وبدأت الأعمال في وتيرة متسارعة بطول المسار، سواء في الجزء العلوي منه أو في الجزء السطحي، وسواء من خلال تجهيز السكة أو وضع الخوازيق واختبارات الأحمال أعمدة المسار العلوي. كمان العمل في عدد من المحطات، سواء على مستوى الأساسات والبنية التحتية أو كمان بعض الأعمال الإنشائية. كل ده وفي وقت واحد، وبيتم تنفيذه بطول المسار من محطة مصر لحد أبو قير. كل ده وفي وقت واحد، وباختلاف طبيعة الأعمال اللي بيتم تنفيذها، وعلشان كده بنتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت. وكمان يتم التشغيل التجريبي لمترو اسكندرية بداية من أبو قير وبطول المسار وفي وقت واحد. وكمثال على الكلام ده، قدام حضراتكم بيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة ميامي، سواء على مستوى أعمدة المحطة تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية لمبنى المحطة العلوية محطة ميامي، وفي نفس الوقت بيتم إنشاء أعمدة الجسر نفسه اللي هيتم تركيب عليه الكاميرات علشان يكون أساس للمسار العلوي. وفي أول الصورة الحصرية لحضراتكم من ناحية اليمين بتشوفوا معايا دلوقتي الكاميرات اللي تم تركيبها في المسار في منطقة ميامي، وكل الأعمال دي بتتم في منطقة واحدة وفي وقت واحد. ده غير تجهيز القواعد اللي بيتم تركيب عليها الكاميرات في الأماكن اللي تم فيها الانتهاء من الأعمدة، والأعمال دي بتتم في أكتر من منطقة وفي أكتر من محطة في نفس الوقت. مجهود كبير بنشكر عليه كل القائمين على المشروع، سواء الشركة المنفذة أو وزارة النقل، هيئة الأنفاق، وكل اللي ساهم إن المشروع ده يخلص في وقت قياسي وبأعلى معايير الجودة. المشروع للمحافظة الساحلية باختناقاتها المرورية، فأمس الحاجة ليه النهاردة قبل بكرة هيغير مفهوم النقل الجماعي في المحافظة كلها. وفكرة البدء بمسار قطار أبو قير علشان يتم فيه تنفيذ أول مرحلة للمترو في اسكندرية كان فيها عدد كبير من المزايا، أولهم الوقت اللي هيتم إنجازه في تنفيذ المترو الجديد في مسار قائم بالفعل، وكمان إعادة إحياء وسيلة نقل جماعية في المحافظة الساحلية تقريبا كانت بتحتضر المسافة الكبيرة اللي بيربط بيها مسار قطار أبو قير ما بين محطة مصر وما بين أبو قير، يعني وسط البلد بأقصى شرقها، مرورا بالمناطق السكانية اللي كثافتها عالية، وبداية وانطلاقة لمرحلة تانية وتالتة لمترو اسكندرية تبدأ من محطة مصر كونها وسط اسكندرية. مشروعات قومية مهمة جدا بتغير شكل المحافظة الساحلية للأحسن، وبتحسن حياة المواطن السكندري، وبتوفر خدمة نقل نظيفة ومتطورة مستدامة وصديقة للبيئة. تقدروا تتابعوا معانا كل جديد في محافظتنا الجميلة في صور حية وحصرية لحضراتكم من أرض الواقع أول بأول خلال مراحل تطور الأعمال. لما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.